تحياتي لكم جميعا. هذا الفيديو مختلف نوعا ما عن المحتوى اللي أنا عم قدمه بالعادي. بدي أحكي فيه عن جزئية عقلية المجتمع السوري بشراء السيارة. من فترة قصيرة كنت منزل فيديو مقارنة بين سيارتين كورية ويابانية، فانهالت علينا التعليقات اللي عم بتقول إنه السيارات اليابانية لا يعلى عليها، ما بيصير تقارن كوري مع ياباني، الياباني هو التوب، الياباني لا يقارن، ومن هالحديث هذا يعني. فأنا بس بدي أعلق على هاي الجزئية إنه هو فعلا يعني السيارات اليابانية هي من أفضل السيارات بالعالم، جودة، فخامة، اعتمادية، عمر طويل، يعني كل الناس بتعرف هذا الموضوع يعني. وحتى على صعيد المبيعات، يعني إذا بدنا نحكي عن شركة تويوتا مثلا، أعلى نسبة مبيعات بالعالم من ناحية سيارات البترول عم نحكي. فهو فعلا السيارات اليابانية هي التوب، ولكن ما فينا نحكي بالعموم. يعني مثل ما في شركات يابانية ممتازة، في شركات يابانية سيئة. في سيارات يابانية مثلا نزلت على الأسواق وفشلت، في سيارات نزلت وانسحبت نتيجة أخطاء مصنعية، في سيارات نزلت وما انباعت بالطريقة اللي كان متوقعين انه تنباع فيه. فالموضوع نسبي، يعني إن كان عند السيارات اليابانية أو إن كان عند السيارات الصينية أو عند الكوري أو عند أي صنف سيارات بالعالم. ولكن أنا يعني حاليا راح أحكي فقط ضمن آسيا، ضمن هذا المثلث، ما راح أطلع براته. يعني أنا واحد من الأشخاص ما عندي مشكلة قارن كوري مع ياباني، أو مثلا صيني مع ياباني، أو صيني مع أمريكي مع ألماني، ما بيأثر هذا الموضوع يعني. بالنهاية المقارنة عبارة عن 5-6 نقاط، أنت بتقارن بين السيارتين من خلال هدول النقاط، وبتحدد لمين الغلبة بكل نقطة. ولكن فكرة إنه السيارات اليابانية هي سيارات ممتازة وتوب، هي فكرة متوارثة عنا بالمجتمع السوري، مثل فكرة مثلا مثل فكرة السيارات الصينية إنه هي سيارات سيئة. أفكار موروثة وقديمة، وهذا الموضوع يعني نوعا ما فيه شيء من الصح وفيه شيء من الخطأ. يعني على سبيل المثال سيارات صينية، هلا المتعارف عليه قديما من 15 و20 سنة انه السيارات الصينية كانت سيئة، كان عمرها قصير، كانت تتهالك بسرعة، بتعطل كتير، الجودة والخامات فيها سيئة. هذا الموضوع يعني كان مثبت لكل العالم، صحيح. ويعني هذا الموضوع كان هو توجه الصين بالأساس. يعني الصين ما كانت عاجزة أنه تنتج سيارات بخامات ممتازة، ولكن هن كانوا مستهدفين هاي الطبقة الإيكونومي من المجتمعات، يعني الطبقة الفقيرة والمتوسطة. ومثل ما انه الموضوع سلبية انك تركب سيارة صينية جودة سيئة، كان في ايجابيات للموضوع. يعني ايجابياته انه ملايين الاشخاص حول العالم قدروا يركبوا سيارات صينية، لانه قدرتي المادية ما كانت تسمح لي اني يركبوا انواع تانية، ياباني او كوري او الى اخره. فهذا الموضوع نسبي، ويعني هاي الافكار ظلت متوارثة ومتناقلة عنا بالمجتمع وتجذري. هلا نحن حاليا كمجتمع سوري على مستوى سوق السيارات، يعني نحن متخلفين ما لا يقل عن 10 سنوات عن ركب الحضارة حرفيا. وهذا الموضوع يعني فاتنا كثير نحن من التطورات ومن الثورات اللي صارت بهالفترة، وصار في كثير تغيرات نحن ما كنا متابعينها أو معاشرينها. فاليوم ما فيك تقلي والله كل السيارات الصينية سيئة مثلا، وما فيك تقول كل السيارات اليابانية ممتازة. هذا الموضوع نسبي، والموضوع ما فقط برأيك أنت مثلا بالسيارات الصينية إذا هي سيارات منيحة أو سيارات سيئة، أو نظرتك للموضوع. الموضوع بيتعلق فيه كتير أمور. يعني أنت بدك تشوف نسب المبيعات بالعالم، بدك تشوف الوكالات، بدك تشوف خدمات ما بعد البيع. طبعا مو عنا، ممكن أنت تراقب هذا الموضوع بالبلدان القريبة منا، مثل العراق مثلا، مثل الأردن. بتشوف هذا الموضوع وبتشوف نسبة الإقبال على شراء هاي السيارات ونسب المبيع والمشاكل والأعطال، بتشوفها من خلال تقارير ومن خلال مواقع عالمية موثوقة. ف يعني اليوم ما فيك تجي تقول والله السيارات الصينية سيارات سيئة بالمجمل.
بالعكس اليوم السيارات الصينية حرفيا الشركات الصينية عم تعمل ثورة حقيقية بمجال السيارات. آه، لنفترض مثلا شركة البي واي دي، يعني شركة البي واي دي أنا لازم أعمل فيديو خاص عن هاي الشركة، راح أعمله قريبا، ولكن لا بأس من أنه نذكر رؤوس أقلام. يعني شركة مثل البي واي دي كل دقيقة 60 ثانية بيطلع من عندهم سيارة من المعمل. يعني أنت متخيل غزارة الإنتاج عند البي واي دي؟ يعني شركة مثلا اليوم هي الرقم واحد طبعا بالمبيعات من ناحية سيارات الهايبريد والكهرباء. طبعا هن موقفين إنتاج سيارات البترول من حوالي الأربع سنوات، ولكن لما بتكون رقم واحد بالمبيعات ما فيك تقول عنها شركة سيئة. يعني بكتير تفاصيل تانية. يعني مثلا اليوم نحن بنتناقش انه والله انا بشتري سيارة بي واي دي او ما بشتري، او جودتها منيحة او جودتها سيئة، والبطارية ممكن تمشيني او ما بتمشيني. وهن بالمعامل تبعيتين حاليا عم بيطوروا بطارية سيارة كهرباء ممكن تمشي بالشحنة الوحدة حوالي 2000 كيلومتر. يعني هذا الموضوع اذا صار ثورة حقيقية، وهو عاجلا ام اجلا يعني ممكن يبصر النور هذا الموضوع، ولكن حاليا لساته قيد التجريب، وما رح يعجزوا عن هيك موضوع لانه في كتير تفاصيل تانية ما عجزوا عنها. يعني شركة حرفيا يعني تخيل انه يوميا بيرفعوا 30 او 40 براءة اختراع، بالمقابل انه في شركات سيارات عالمية بترفع بالسنة كلها 30 او 40 براءة اختراع. يعني طبعا اللي ما بيعرف شو هي براءة الاختراع، انه هي عبارة عن طفرة او اكتشاف او ميزة جديدة انت بتعملها لأول مرة وبتدخلها بالانتاج تبعك وبتاخد عليها براءة اختراع. واي حدا بده يستخدم هاي الطفرة بده ياخد اذن منك او تدفع له مصاري، يدفع لك هو مصاري، واذا انت رفضت ممنوع يستخدمها. فهذا الموضوع يعني حرفيا ثورة. واغلب الشركات العالميه ان كان كوري او ياباني او باقي شركات العالم عم يتجهوا لعقليه هي الشركات لحتى يجاروهن بنسب المبيع. لانه حرفيا مثل ما في انواع سيارات بتنتشر، في انواع تانية بتنحسر على حسابها. السوق دائما شغال والانتاج شغال. تمام. فعقليه انه والله السيارات الصينيه سيئه المفروض تبلش تصير مختلفة نوعا ما عنا نحن كمجتمع سوري. ما فيك بقى تعمم ولو تقول سيارات صينية سيئة أو سيارات اليابانية ممتازة أو الكورية لا يعلى عليها إلى آخره. يعني كل المواضيع نسبية، وفي نسبة صح وفي نسبة خطأ. يعني مثلا خلينا نذكر مثال سيارتين، الشيري أريزو أو الكيا بيجاس مثلا، شو بيختلفوا هدول السيارتين عن بعض؟ يعني أنا عم فكر بهدول النوعين ماني شايف أي اختلاف بيناتهم. وحتى يعني تأكيدا على هذا الكلام الكيا بيجاز هي تجميع معامل الصين، معامل كيا بالصين. فلا والله أنا بالنسبة لي إذا بدي اختار بين تنتين ممكن اختار الشيري، يعني على القليل بالشكل الأحلى. يعني مثل من فترة أحد الأشخاص عم بيحكيني على الخاص، عم بيقول لي بتنصحني اشتري بي واي دي زيرو أو والله بشتري إيرلانترا 2012. فأنا هيك قعدت صفنت يعني للأمانة، إنه أنت كيف قادر تقارن بين هدول السيارتين أو تحطه بخانة واحدة؟ يعني كيف عم بتقارن سيارة طالعة من المعمل زيرو لساتها بكياسها بشحمة، ولو إنه كانت سيارة صينية يعني بغض النظر، عم بتقارنها مع سيارة ماشية إلى ماشية بالشارع حوالي 15 سنة؟ يعني والله ما بعرف كيف ظابطة معك. يعني إذا بتجيب حجرة بتحطها بالشمس وبالهواء وبالعوامل الجوية برا بتنحت وبيتغير لونها، فيما بالك مثلا سيارة ماشية عاملة حوادث مصداية ما بتعرف تاريخها؟ ما بعرف كيف الموضوعين. يعني هو فكر بالموضوع من ناحية انه هي السيارة كورية وهي السيارة الصينية. يعني هذا الموضوع انا يعني اي شخص عم يسألني عم قل له لا دير بالك بتاخد اكيد الزيرو. الزيرو لا يقارن مع اي سيارة مستعملة بغض النظر عن تاريخها، بغض النظر من وين جاي. فكرة تانية كمان بدي احكي فيها، يعني انت لما بدك تقارن مثلا سيارتين، لنفترض خلينا نقارن البي واي دي مع التويوتا. انت قبل ما تبلش المقارنة 1-0 للتويوتا. السبب التويوتا عبارة عن براند. التويوتا عبارة عن شركة موجودة بالسوق من 40-50 سنة،
كسبت ثقة العملاء، عندها أنواع متأصلة وممتدة على مدار السنين، عندها سيارات معمرة بالسوق، أثبتت جدارتها وأثبتت قيمتها بالسوق، وبالتالي صارت الماركت التويوتا عبارة عن براند. تمام. مثل أي براند بالعالم، يعني إن كنت ما تحكي بالألماني مثلا بالمرسيدس، بالبي ام دبليو، بالرولز رويس، بالبوغاتي، يعني كل اسم من هدول الأسماء عبارة عن براند، وهذا البراند له قيمة مادية. أنت لحتى تركب هاي السيارة بدك تدفع ثمن البراند قبل ما تدفع ثمن السيارة وشو مكلفة المصنع. وهذا الثمن ما في المعمل ما فيه يكتسبه خلال مدة قصيرة، بحاجة سنين وبحاجة فترة زمنية طويلة لحتى يصير براند. هذا الموضوع بتفتقد له السيارات الصينية بسبب انه اغلب معاملين اعمارها 15 او 20 سنة، وما كسبت الثقة وما كسبت الاعتمادية الطويلة. يعني على سبيل المثال خلينا نحكي عن البوغاتي. اليوم سيارة البوغاتي حقها 5-6 مليون دولار، بتجي الصين بتستنسخ لك بوغاتي نفسها تماما، نفس الجودة، نفس الخامات، نفس القدرة الحصانية، نفس التفاصيل تماما، ما بتختلف عنها على الخالص. بتعمل لك اياها ب 300-400 ألف دولار. شو الاختلاف بيناتهم؟ الاختلاف انه هي بوغاتي، ولحتى انت تركب بوغاتي بدك تدفع. فالثمن او القيمة المعنوية للبراند هاد بدك تدفع ثمن، ما ببلاش. برجع بكرر، انا ما عم بحكي عم روج لأي نوع سيارات بالعالم، أنا فقط عم بحكي بحيادية وبمنطق، وعم بدعيك إنك تفكر بحيادية وبمنطق أنت كمان. يعني لا تحكي بعاطفة أو لا تحكي مثلا بأفكار موروثة عبر السنين لمجرد إنه أنت هيك شايف أو أنت هيك رأيك أو أنت هيك خبروك. دائما خليك منفتح على تجارب جديدة، وحاول إنك تشوف تقارير استقصائية، تشوف نسب مبيعات، تشوف أخبار من برا بالأسواق العالمية، وعلى أساسها بتحدد توجهك. يعني ممكن السلبية الوحيدة اليوم للسيارات الصينية بسوريا إنه مو متوفر وكالات، مو متوفر خدمات ما بعد البيع، قطع الغيار خفيفة. هذا الموضوع أكيد سلبي، وأكيد هو سبب رئيسي لحتى أنت تقرر إذا بدك تشتري هاي السيارة أو لا. ولكن إنك تعطيني أسباب غير موجودة، إنك مثلا تطعن بجودة سيارة من دون أنت ما تكون مجربة، أو مثلا ما تكون هي متأصلة بزمن طويل لدرجة إنه هي تعبر عن حالها إذا السيارة منيحة أو سيارة سيئة، فهذا الموضوع مرفوض بتاتا. هذا الفيديو أنا من فترة منيحة كنت مقرر إني نزله وأحكي عن هاي الجزئية تحديدا، وبالنهاية برجع بقول أنا ما عم روج لأي نوع سيارات بالعالم، ولا بفضل الصيني أو الياباني أو الكوري. أنا فقط عم بحكي بحيادية وبمنطق، وعم بدعي الناس إنه تغلب الحيادية والمنطق كمان. يعني لا تنجرب العواطف، دائما فكر بمنطق وعقلانية. وبتمنى من أي شخص يعني عنده تعليق على هذا الكلام أو عنده رأي حابب يحكيه يكتب لي إياه بالتعليقات. أوقاتكم سعيدة جميعا.